تشيكن بارميجان مع قالب البطاطس اللي عملناه في الفيديو اللي فات. شوفوا من جوه مستوي، طبقة البقسماط مش فاصلة مع البيتزا صوص مع الجبنة، حاجة رهيبة والطريقة سهلة اوي. باخد صدور الفراخ كده هفتحها وبعدين هاخدهم وابدأ ادقهم بمطرقة اللحم علشان اخليه مفرود رفيع جدا. نحطها هنا في الطبق، نتبلهم بعصير ليمون وملح، بابريكا، فلفل اسود، شويه زعتر بري، وعليهم بيضه. ليه بقى؟ لاني ما بحبش الحركه بتاعت دي بيض بقسماط، فبحب اختصر. بقلبهم مع بعض، والصح ان احنا نسيبه يتبع، يعني نكون عاملين الخطوه دي من بالليل، قبليها نسيبها كام ساعه. احنا عاملينه رفيع قوي فمش هياخد وقت، لو سبتيه حتى نص ساعه هيبقى تمام. من التتبيله مباشره على البقسماط، اهم حاجه ان احنا نضغط عليها في البقسماط كويس جدا علشان تتغلف وما تفكش واحنا بنحمره بالشكل ده كده. واحطها عندي في الطبق، نزلها في زيت سخن بس مش غزير، عايزينها تاخد لون ذهبي كده. نقلبها، هضيف فيها صلصة بيتزا طبقة كده تحت، وهاخد القطعة دي وهحطها هنا عليها، وفوقيها كمان هوزع معلقة من الصلصة عليها جبنة، حط موتزاريلا في الأول، وبنوزع عليها شوية بارميجان لأن هو تشيكن بارميجان. بدخلها الفرن تدوب الجبنة، هي تقريبا مستوية بنسبة 99%. دابت الجبنة وجاهزة عندي. خدها كده مع الصوص وأحطها مع البطاطس، وطبعا زودوا كمان ده، ولازم نزودها بارميجان